السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في مطبخ الزيتون الاخضر. معكم هند. كنعتذر على هاد الغيبه، طولت عليكم دونك شويه بزاف. دونك كنتمنى تكون اموركم كلها على خير يا ربي وصحيحتكم وكل شيء. رمضان ما بقى ليه والو على الابواب، ان شاء الله 8 ديال الاسابيع ان شاء الله. دونك وصفات كلها من هنا حتى لرمضان ان شاء الله وصفات رمضانيه. الله يدخلوا علينا وعليكم الصحه والسلامه. دونك الوصفه اللي اختاريت لكم اليوم هي المسمن بريستيج باملو. سميتو بريستيج على اساس املو ما تيكونش عندنا دائما في الدار، على اساس ثمنه اللي كيكون غالي شي شويه. دونك على هذا الاساس فكتمنى تتبعوا معايا الوصفه، سهله بزاف وتيجي لذيذ ومزيان. نوعو مره على المسمن العادي. دونك الوصفه غادي نحتاجو فيها عادي عجين ديال المسمن املو وزيت التوراق. دونك نبداو على بركه الله في هذه الوصفه. غادي ناخذوا هذوك الكريسات اللي من بعد ما قطعناهم ديال عجين المسمن وخليناهم يرتاحوا، غادي نبداو نبسطوا فيهم كل وحده بالطبع بوحدها، وغادي نديروا فيها دونك بعد ما تنبسطوها مزيان تنديروا فيها واحد المعلقه صغيره ديال املو وتنسرحوها. دونك تنسرحوها فيها مزيان. دونك المسمن كنبغيه يكون مرق، بالنسبه ليا كنبغيه مرق مزيان، على اساس كيجي في الاخير هكا وريقات في الداخل ملي تكونوا تاكلوا فيه. الا بغيتوا تكونوا تحصلوا على وريقات مضاعفه من بعد هذا ممكن تضيفوا دونك ديروا هاد المسمنه وسط مسمنه اخرى وتجمعوهم باش تحصلوا على وريقات بزاف، وكذلك دونك تيجي لذيذ. فكيعجبني المسمن يكون مرق مزيان. تنكملوا المسمن هكاك، تنجمعوا المسمنات كاملين على شكل مربع، تنطيبوهم. اختاريت كذلك الحجم صغير كما كتشوفوا معايا. دونك مقله حاطه فيها تقريبا شي 4 تيطيبوا. في الاخير كنطيبوهم وتنزينوهم بالعسل واللوز مهرمش قبل ما نقدموهم وتيكونوا دافين او سخان. دونك المسمن كيجي لذيذ ورائع. بالطبع الا كنتو غادي تحتفظوا بهم في المجمد فلا داعي باش تزينوهم، تخليو التزيين حتى النهار اللي تبغيو تجبدوهم وتناولوهم فيه. دونك هذه هي الوصفه ديال اليوم بعد غيبه طويله، سمحوا لي بزاف وتوحشتكم بزاف. دونك كنبغي نشكر كاع الناس اللي تيسولوا فيا، بارك الله فيكم. وان شاء الله ما بقيتش دونك نحاول نبقى معكم. دونك نبقاو دائما في وصفات على الدوام. ما تنساوش ديروا لايك وبارطاجي لا فيديو، تشاركوا معنا في القناه. مرحبا بكاع الناس اللي عاد التحقوا بالقناه ديال مطبخ الزيتون الاخضر او جرين اوليفز كيتشن. السلام عليكم.